السايبر سيكيورتي هي مجموعة الكنترولز والضوابط اللي احنا محتاجين نتأكد انها موجودة في الأجهزة بتاعتنا وفي شركتنا علشان تحمي بيانات العملاء من الفقد أو الاختراق. بيانات العملاء، بيانات الموظفين بتوعنا، بيانات الموردين. البيانات دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى بيانات شخصية زي أرقام تليفوناتهم، عناوينهم، رقم القومي، بيانات تعاملاتهم المالية زي بطاقات الائتمان، أرقام حساباتهم البنكية، أو بيانات المعاملات اللي بيعملوها مع الشركة بتاعتنا. في برضو بيانات الموردين وبيانات الموظفين. فلازم صاحب العمل هنا يتأكد من انه البيانات دي مؤمنة ومحمية بضوابط وكنترولز متطبقة كويس. طب ليه سايبر سيكيورتي مهم نرتب لها، مهم نهتم بيها؟ علشان اول حاجة حماية بيانات العملاء بتوعنا وحماية بيانات الموظفين بتوعنا هي مسؤوليتنا كشركة ناشئة بالمقام الاول. تاني حاجة انه الستارت ابس اللي ما بتهتمش ببيانات العملاء بتوعها وبيحصل لها نوع من الاختراق او فقد البيانات العملاء، انه في خلال 6 شهور حوالي 60% منهم they run out of business، بيقفلوا. ليه؟ مش بس عشان الكوست العالي بتاع ريكفرينج الداتا اللي ضاعت، لا، ده بسبب كمان ان بيحصل فقد للثقة بينهم وبين العملاء بتوعهم. وكان في سيرفي عملته احدى شركات الدفع الالكتروني تحت رعاية البنك المركزي المصري. من خلال السيرفي ده بان لنا قد ايه حصل تغيير جذري في مفاهيم العملاء ناحية السايبر سيكيورتي. 80% من العملاء اظهروا رغبتهم ان هم عايزين يعرفوا الشركة دي بتتعامل ازاي على بياناتهم وبتأمنها وتحميها ازاي. السيرفي بين انه معظم العملاء بيخلوا شايفين ان نمبر 1 كرايتيريا اللي بيها يروح لميرشنت معين او موقع معين يشتري منه ويفضله عن غيره هي مقدار الموقع ده بيهتم قد ايه ويحرص قد ايه على تأمين بيانات العملاء بتوعه. فبقت السايبر سيكيورتي دلوقتي ميزة تنافسية، بيقرر هيختار يتعامل مع شركة ايه وموقع ايه بناء على اهتمام الشركة دي او الموقع دي بتأمين بياناته.